السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. 2025 جاي علينا بموبايلات رهيبة جدا جدا. اخر سنتين ما كناش بنشوف تطويرات كبيرة قوي في الموبايلات، يعني كان الموبايلات كلها شبه بعض، الموبايلات كلها بتتطور من حيث الاداء، من حيث الكاميرا، يعملوا لك فيتشر هنا او هنا. ولكن الظاهر ان 2025 بالذات نازلة بتقلها. معايا النهارده موبايلين متميزين جدا جدا من شركه اوبو، وهما الاوبو رينو 13 والاوبو رينو 13 برو. طيب ليه انا بقول الموبايلات دي نازله بتقلها او فيها حاجات مختلفه جدا عن اللي شفناه في 2024؟ لان موبايل زي الاوبو رينو 13 هنلاقيه بيديك امكانيات اعلى جدا من الفئه السعريه بتاعته، او اعلى جدا من الاوبو رينو 12 اللي بتاع السنه اللي فاتت. الموبايل حصل فيه تغييرات جذريه او كله اتغير بالكامل. من اول التصميم، اللي اول ما تمسك الموبايل ده تحس ان هو موبايل بريميوم، موبايل فلاج شيب، مش موبايل فئه متوسطه. الظهر الازاز اللي فيه رسومات كده زي الورده لما توجهه النور بيعمل انعكاسات حلوه قوي قوي. الفريم الفلات اللي جاي كله من المعدن الالومنيوم. دايما كنا بنلاقي قبل كده الفئه دي الفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك، هنا الظهر من الازاز والفريم من المعدن، وحته الكاميرات دي جايه من الازاز. الحقيقه اول ما تمسك الموبايل ده زي ما انا قلت هتحس ان هو موبايل فلاج شيب، مش بينتمي لعائله الفئه المتوسطه ولا حتى الفئه المتوسطه العليا تماما بتاعه 2024 او بتاعه 23. بص بقى، كل الكلام ده كوم، ولما تبص على شاشه الموبايل ده كوم تاني خالص. لان شاشه الموبايل ده لاول مره في الفئه السعريه دي بشوف الحواف بتاعه الشاشه بالمنظر ده. الحواف بتاعه الشاشه تكاد تكون ان هي قد بتاعه ال 16 برو ماكس بتاعي. انا معايا ايفون 16 برو ماكس تقريبا قدها، يعني ممكن تكون اكبر منها حاجه بسيطه، ولكن ممكن نقول ان هي قد بتاعه ال 15 برو مثلا. وده انجاز جامد جدا في الفئه المتوسطه بشكل عام، انجاز رهيب. غير بقى ان الشاشه نفسها، البانل نفسها، بتيجي بحجم 6.6 من 10 بوصه من نوع اموليد ب 1 بليون لون، 120 هرتز، والبيك برايتنس بتاعها بيوصل ل 1200 نت. شاشه محميه بطبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. ده غير الريزوليوشن او دقه الشاشه اللي هي 2760 في 1256. شاشه تحفه مع الحواف الرفيعه زي ما قلنا. الشاشه دي انا بعتبرها شاشه فلاج شيب عادي جدا. توليد الالوان بتاعها، زوايا الرؤيه، كل الكلام ده 10 من 10 الصراحه. شاشه حلوه جدا جدا. الموبايل ده برضو لاول مره في الفئه السعريه دي بيجي مضاد للماء والغبار بشهاده اي بي 68 واي بي 69 كمان، اللي هي اعلى شهاده ضد الماء والغبار. اعلى حاجه اللي بتلاقيها في الفلاج شيب موجوده في الرينو 13 العادي. احنا لسه لغايه دلوقتي ما دخلناش في البرو. لدرجه الموبايل ده فيه مود للتصوير الفيديو تحت الميه، او تصوير الصور بشكل عام تحت الميه، ان انت ممكن تنزل بالموبايل ده الميه تصور فيديو او صور تحت الميه. فهم واثقين جدا من الاي بي 68 وال 69 اللي في الموبايل ده، لدرجه ان هم عملوا له مود للتصوير تحت الميه. ده غير بقى الكاميرات بتاعته. عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للعزل. الكاميرات بتاعت الموبايل ده زي ما قلنا التصميم بتاعه اتغير، زي ما قلنا الشاشه، الكاميرات برضو حصل فيها تطور كبير جدا جدا. الصور اللي بيطلعها الموبايل ده صور لا تقل حاجه عن موبايلات فلاج شيب من سنه وسنتين. صور حلوه جدا في توليد الالوان، العزل، التفاصيل، الدايناميك رينج اللي بيطلعها الكاميرا دي تحفه الصراحه. عندك فيديو 4K 60 فريم في الثانيه، ما كناش بنشوف الكلام ده تماما في الفئه المتوسطه. في OIS او تثبيت بصري للصوره وانت بتصور الفيديو. جوده الفيديو اللي بتطلع من الموبايل ده حلوه جدا جدا. غير الكاميرا الاماميه اللي بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل. لون البشره اللي بيطلع في الصور بتاعه الموبايل ده تحفه. تفاصيل اللي في وشي حلوه جدا جدا وانا بتصور سيلفي. العزل البورتريه مود حلو جدا جدا. زائد ان الكاميرا الاماميه هنا فيها اوتو فوكس، يعني ممكن تفوكس بالكاميرا الاماميه. زائد كمان ان هي بتصور فيديو بدقه 4K 60 فريم في الثانيه. نظام كاميرات تحفه. ده غير بقى الاداء اللي بيقدمه الموبايل ده. الموبايل ده جاي بمعالج الدايمنستي 8350. هو معالج مبني على ميمورية ال4 نانومتر، معالج قوي جدا جدا بالنسبه للفئه المتوسطه، مع ال 12 جيجا رام وال 256 جيجا ذاكره داخليه اللي في الموبايل ده. الذاكره الداخليه اللي في الموبايل ده كمان من نوع يو اف اس 3.1، ذاكره سريعه جدا، مع ال 120 هرتز بتوع الشاشه. اداء الموبايل ده حلو جدا جدا. موبايل ما بيهنكش تماما. الانيميشن بتاعت الموبايل سلسه جدا. الموبايل سلس جدا جدا في التعامل، وانت بتتعامل معاه هتبص دايما لحواف الشاشه اللي هي يعتبر مش موجوده تماما ومتناسقه جدا، مع ان انت ماسك موبايل فريم معدن ظهر ازاز. يعني للحظه كده حسيت ان ده فلاج شيب. حسيت ان انا ماسك S24 العادي او البلس، مش S24 الترا. حسيت ان انا ماسك موبايل فلاج شيب، خصوصا ان انتم متخيلين ان الرينو 13 العادي في نسخه بره بتنزل 1 تيرا بايت ذاكره داخليه و16 جيجا رام، زائد بقى البطاريه 5600 ملي امبير. بطاريه كبيره جدا رغم ان الموبايل رفيع جدا. موبايل سمكه 7.2 مللي، بطاريه كبيره.
تعيش معاك اليوم ويوم ونص كمان على حسب استخدامك، زائد ان هو بيدعم الشحن السريع بقدره 80 واط. الشاحن جاي معاه في العلبه 80 واط اللي بيشحن الموبايل ده من 0 ل 100 في 45 دقيقه تقريبا، رغم ان البطاريه اكبر من 5000 ملي امبير. عندنا الهابتك فيدباك او الفايبريتور اللي بيديك نقرات ونبضات كده لما تتفاعل مع السوفت وير، حلوه جدا الحركه دي. وعندنا سماعات ستيريو نظيفه جدا جدا، صوت واضح وكلير، وفي بيس كويس قوي بالنسبه للموبايل. فالموبايل ده انا بعتبره موبايل متكامل. طيب ده ال13 العادي، تخيلوا كل الكلام ده في ال13 العادي. تخيلوا بقى لما نيجي على ال13 برو. 13 برو هو المفروض ان هو من الفئه المتوسطه العليا. تعالوا بقى معايا، مبدئيا نفس ديزاين ال13 العادي، يعني يمكن دوائر الكاميرا اكبر شويه، وهو كموبايل اكبر طبعا من ال13 العادي بشكل عام، ولكن نفس الديزاين، نفس الخامات التصنيع. عندنا الفريم من المعدن والظهر من الازاز. هنلاقي ان الموبايل هنا ارفع كمان من ال13، رغم انه بيجي ببطاريه 5800 ملي امبير اكبر من ال13، ولكن لما نقلب الموبايل على وشه هنلاقي الشاشه الخرافيه. ولو ركزت في الشاشه دي هتلاقيها كيرفد من جميع الجوانب. يعني قبل كده في 2024 كان الموبايلات كيرف من الجنبين، تمام، دي كيرف من الاربع جوانب. لو ركزت كده هتلاقي كيرف خفيف قوي على الجنبين، وهتلاقي نفس الكيرف الخفيف ده فوق وتحت. فالشاشه تحسها ان هي عامله بومبي كده صغير على الموبايل. الشاشه مش فلات عكس ال13 العادي، شاشته فلات. ولو ركزت كمان على الحواف هنا، الحواف هنا تقريبا قد حواف ال16 برو ماكس، لان الحواف دي 1.5 مللي تقريبا، الحواف سمكها 1.5 مللي، مع الشاشه كيرفد من جميع الاتجاهات او المنحنيه من جميع الاتجاهات، فتحسسك الموبايل ده بدون بازل تماما او بدون حواف تماما. احنا بنتكلم هنا في فئه متوسطه عليا. الشاشه هنا اكبر 6.8 بوصه، نفس الشاشه اموليد 1 بليون لون 120 هرتز، والبيك برايتنس بتاعها 1200 نت، وكمان نفس الحمايه بتاعت الشاشه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. هنلاقي هنا نفس المعالج دايمنستي 8350 ال 4 نانومتر، معالج قوي جدا جدا مع ال 12 جيجا رام. وهنا النسخه اللي معايا 512 جيجا ذاكره داخليه، وبرده من نوع يو اف اس 3.1، ذاكره سريعه جدا. نفس اداء ال 13 العادي، ما اختلفش، اداء جبار في الالعاب وفي السوشيال ميديا وفي كل الكلام ده. مش هتحس تماما ان انت ماسك موبايل فئه متوسطه. الموبايلات دي بتطير حرفيا في الانيميشن ولما تيجي تستخدم الموبايل ككل. يعني عندنا برده في الموبايلين حاجه اسمها الاي اي هايبر بوست، وده خاص بالالعاب. يعني لو انت بتلعب بيعلي البرفورمانس بتاع الجهاز جدا، بيقفل النوتيفيكيشن، يعني زي جيم مود كده اللي موجود في الموبايلات، ولكن اعلى شويه او شغال بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. ده هيفيدك جدا جدا لو انت جيمر بتلعب. الموبايلات دي بتلعب الالعاب على اعلى اعدادات للجرافيكس بدون اي مشاكل خالص، على فريمات عاليه جدا جدا. ولكن عندك هنا اختلاف في الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل برضو زي اخوه الصغير، ولكن هنا عندنا كاميرا زياده عن الموبايل ده، وهي 50 ميجا بكسل برضو، ولكن بتديك تيليفوتو او زوم بصري لغايه ال 3.5 اكس. فيها برضو او اي اس زي الكاميرا الرئيسيه، وعندك 8 ميجا بكسل الترا وايد. الموبايل ده برضو ما يختلفش عن اخوه الصغير، صور تحفه تحفه، زياده ليه ان انت عندك تيليفوتو اللي بيحبوا يزوموا. يعني عندك تيليفوتو 3.5 اكس اوبتيكال، وعندك هايبريد زوم لغايه 120 اكس تقدر ان انت تغير، ولكن طبعا محدش بيستخدم 120 اكس بشكل عام. فيديو هنا 4K 60 فريم في الثانيه برضو زي اخوه، والكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل زي اخوه الصغير، وفيها اوتو فوكس، وبرضو بتصور فيديو 4K 60 فريم في الثانيه بدون اي مشاكل خاصه. طبعا الاي اي او الذكاء الاصطناعي داخل بشكل كبير جدا في موضوع البروسيسنج بتاع الصور، حتى ان انت ممكن تعدل بعد ما تاخد الصوره بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. عندك هنا الاي اي انهانس كلاريتي، بيوضح لك الصوره لو هي مثلا مهزوزه او حاجه. وعندك الاي اي اريزر اللي احنا متعودين عليه، اللي انت ممكن تمسح حاجات معينه او اوبجكت او شخص معين من الصوره بالاي اي. وعندك الاي اي امبلر برضو نفس الكلام. كمان عندك ميزه حلوه قوي وهي الاي اي لايف فوتو، واللي بتخليك لما تيجي تصور صوره بتاخد صور كتير قبل وبعد ما تتصور، بحيث انك ممكن لو لقطت صوره مش حلوه ممكن تظبطها بعد ما تصور. الميزه دي طبعا كانت موجوده في الايفون ودلوقتي موجوده في الاوبو. كمان عندنا ميزه الاو بلس كونكت اللي بتخليك ترسل وتستقبل اي داتا من والى الايفون بكل سهوله، ودي برضو ميزه مش بنلاقيها في اي موبايل اندرويد. فعندك الاي اي او الذكاء الاصطناعي داخل بشكل كبير جدا جدا في التصوير بتاع الموبايل ده، وكذلك برضو اخوه الصغير في كل مميزات الاي اي اللي انا قلتها دي، ولكن انا كنت مخلي الموضوع ده لاخوه الكبير اللي هو البرو. فالحقيقه منظومه الكاميرات اللي كانت في ال 13 العادي هي بالظبط نفس منظومه الكاميرات اللي في 13 برو، ولكن طبعا ضافوا عليها كاميرا التليفوتو ال 3.5 اكس
يعني هتفيد جدا جدا اللي بيحبوا التصوير. واضافوا طبعا ال 120 اكس الهايبرد، والكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل، كاميرا اماميه تحفه مش مستاهله ان هم كانوا يعدلوها عن ال 13 العادي. منظومه الكاميرات الصراحه اذا كانت هنا في البرو او في العادي منظومه تحفه الصراحه، منظومه خرافيه. طبعا الموبايل ده مضاد للميه والغبار برضو، اي بي 69 واي بي 68، وبيصور تحت الميه نفس الكلام بالظبط اللي قلناه في اخوه الصغير موجود طبعا في اخوه الكبير عادي جدا. عندك البطاريه 5800 ملي امبير زي ما قلنا، اعلى شويه من اخوه الصغير، بتقعد اكتر شويه. وعندك برضو الشاحن اللي هو ال 80 واط زي اخوه الصغير بالظبط، شاحن صاروخي طبعا بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 في 47 دقيقه تقريبا. الصراحه ما استخسروش تماما في اي واحد من الموبايلين دول، من حيث الخامات، من حيث الشاشات الخرافيه، من حيث الاداء الرهيب جدا. السماعات الاستيريو برضو موجوده في الموبايل ده، سماعات حلوه جدا، والهابتك فيدباك الفايبريتور اللي هو القوي جدا موجود هنا، زائد طبعا مميزات الاي اي الثانيه غير اللي احنا اتكلمنا عليها في الصور، زي الاي اي سامري، ان انت ممكن تلخص موقع كامل بالاي اي سبيك، ان ممكن يحول لك الكلام اللي انت كاتبه او الموقع اللي انت بتقراه لكلام تقدر تسمعه. والموضوع ده برضو موجود في الفويس ريكوردنج، لو انت بتسجل صوت ممكن يعمل له سامري او يلخص الفويس اللي هو سجله بتلخيص سامري، يعمل له سامرايز كده بشكل حلو جدا جدا. طبعا الكلام ده كله موجود في الرينو 12، واضاف له برضو حاجات جديده قوي في الرينو 13 زي الحاجات اللي احنا قلناها في موضوع التصوير ده. وبس كده، دي كل حاجه في السريع عن الاوبو رينو 13 وال 13 برو، لان انا لو اتكلمت على كل حاجه في الموبايلات دي الفيديو هيبقى ساعة ونص. موبايلات فيها كمية حاجات كتيرة جدا جدا وشيقة جدا ان انا اقعد اتكلم عليها، بس انا قلت لكم كل اللي في الموبايلات دي بشكل سريع. والحقيقة زي ما انا قلت الموبايلات نقلة جامدة جدا جدا عن السنة اللي فاتت. عندنا شاشات بالحواف رفيعة جدا جدا السنة دي تحفة، نظام الكاميرات حلو جدا جدا، التصاميم بتاعت الموبايلات والخامات المصنوعة منها الموبايلات دي خامات بريميوم جدا، ما تقلش اي حاجة عن الفلاج شيب. عندك 80 واط الشحن السريع والبطاريات الكبيرة جدا، السماعات الاستيريو، الهابتك فيدباك، مضاد للميه والغبار، الاداء السريع جدا جدا اللي بتقدمه الموبايلات دي. موبايلات مش ناقصه اي حاجه الصراحه. وبس كده، ده كان رايي، وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم عن الجهازين دول. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.